يقول لك إذا ذهبت إلى السعودية احذر من الوهابية. لا إله إلا الله، الله يعلم حيث يجعل رسالته. ما جرمنا أننا كلنا نقول يا الله. الوهابية ذا ما في شيء اسمه وهابية. محمد عبد الوهاب رجل من المسلمين ما أتى بشيء جديد. إلا لو تقرأ كتاب التوحيد تجد فيه قال الله وقال رسوله، ما تجد فيه زيادة. وابن تيمية تجد فيه قال الله وقال رسوله. لكن هذا التشنيع ما أنزل الله من سلطان. يعني معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. فنحن يا أنت من مصر، نحن يا حبيبي لما نقول لك لا تقول إلا يا الله، معنا دليل من كتاب الله إياك نعبد وإياك نستعين. معنا دليل ادعوني أستجب. معنا دليل أمن هذا الذي يرزقكم. لكن هذا اللي يجوك حد يقول لك استغيث بالقبر والولي، تقول ايش دليلك؟ لا ما في دليل. يقول قال شيخي. لا صحيح. أو يأتي عند آية متشابهة. يعني نحن أهل السنة والجماعة الآيات المحكمة الواضحة مثل قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، محكمة واضحة. بالضبط. إياك نعبد وإياك نستعين واضحة. أمن هذا الذي يرزقكم واضحة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه واضحة. ما أحد يستطيع يأولها أصلا. نزل القرآن بلسان عربي مبين. لكنهم حاولوا يؤولونها، يقول لك هذه في الأصنام. هل الله تعالى يعني ما حذرنا؟ يعني يجوز لي أن أدعو غير الأصنام وأشرك بالله غير الأصنام؟ ليش تحجر ذلك؟ من اللي هذه سبب النزول لا يعني أن الحكم خاص بهذا. لا يا أخي، من دعا غير الله سبحانه ضل. وإلا أخرجنا النصارى من هذا المسمى وأخرجنا عذراء من هذا المسمى، قلنا يجوز ما دام هذه في الأصنام خلاص يجوز أن تقول يا عيسى يا عذراء. وهذا كله يريدون أن يصرفون المعنى المحكم الصريح عن معناه حتى تعبد غير الله. الصوفية هم اللي يقولوا الشيخ من دون تسميات. كل من قال لك هذه الآية المحكمة تحتمل يعرف أنه ما يريد بخير. لأني أنا أذكر جاني زائر قلت له الله يقول فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشيخ يقول أن هذه نزلت في الأصنام. قلت يا أخي الله تعالى يقول أحدا، صنم وغير صنم. ألا يستطيع الله أن يقول صنما؟ الله تعالى يقول أمن هذا الذي يرزقكم. الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إيش تفهم من ذلك؟ هل أنا قلت لك الآن قال محمد بن عبد الوهاب أو قال ابن تيمية رحمهم الله؟ لا، ما أتوا بشيء جديد ولا عقيدة جديدة، إنما ردوا الناس إلى ما كان عليه النبي وصحبه. لذلك الهجمة الشرسة الآن على هذه البلاد هي على عقيدتها. الذين ينادون ببناء المقابر خلافهم مع حديث صحيح رواه النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم لما قال ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله. علي يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا وإياه يقول ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا أجعل صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أتى هذا المجرم وقال سويتها أي بنيته. لا إله إلا الله. طيب ما عكس الإشراف؟ شوف، هم يحاولون النص الصريح يأتون يا يجعلونه مضطربا يا يريدون أن يفسرون بفهم لا يقبلها العقل السليم. لكن صاحب العقل السليم يقبل النص الصريح، وصاحب والنص الصريح يقبل صاحب العقل السليم. فالدين سهل والله، الدين واضح سهل. النبي عليه الصلاة والسلام ترك الدين لنا واضح جلي سهل. نعم، لحن لما نقول لك افهم الدليل هذا النص، كل النصوص نزلت في عهد الصحابة، كيف فهموها الصحابة؟ افهم مثل ما فهم الصحابة، خاصة الأمور العبادات. لا يقول لك والله الشيخ فيه. طيب هل شيخك هذا الذي ما يؤمن عليه الفتنة والذي لما مات هل هو من أهل الجنة أو نار مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الذين بشرهم النبي بالجنة؟ قطعا لا. فأنت لما تأخذ الفهم من بشر بالجنة هل هو مثل فهم من ما يدري من لا نعلم مصيره إلى الجنة أو نار؟ فهذا هو الفرق. أنا نقول افهم النصوص كما فهمها الذين زكاهم سيدنا رسول الله